خلاص فاضل اقل من يومين على الديدلاين بتاع الجوله 17 وعوده كبيره جدا لفانتسي الدوري الانجليزي. بس خلي بالك ده الجوله الجايه مش هترجع لوحدها، الجوله الجايه كمان بعديها 4 ايام هيبقى يوم 30 ان شاء الله هتبتدي الجوله 18، وبعد كده في ظهرها على طول يوم 2/1 الجوله 19. في حلقه النهارده هكلمك على اخبار المؤتمرات الصحفيه، اللعيبه اللي هتكون متاحه واللعيبه اللي مش هتكون متاحه، وهكلمك طبعا على اختيارات الكابتنه ومين اللعيبه اللي نعتمد عليها في الجوله 17 من فانتسي البريمير ليج. بس قبل ما نبتدي وكالعاده ما تنساناش بقى باللايك والسبسكرايب، عايزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك ان شاء الله بفضل دعمكم لينا، وسيب لي تحت في الكومنتس وقول لي تشكيلتك للجوله الجايه، ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه في اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك. ولو انت عايز تشوف فرقتي اللي ان شاء الله داخل بيها الفانتسي في الجوله 17 هتلاقي بابل ظاهره فوق قدامك دلوقتي على الشاشه فيها الفيديو بتاع تشكيلتي لعوده الفانتسي. ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله 17 من فانتسي البريمير ليج. بقالنا يمكن اكتر من شهر ما عملناش حلقات توقعات، بصراحه وحشتوني جدا 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 جدا، ومش عايز اقول لكم انا متحمس قد ايه لعوده فانتسي الدوري الانجليزي. قولوا لي تحت في الكومنتس لو انتم متحمسين ولا مش متحمسين قوي ومفتقدين كاس العالم قد ايه في الفتره دي. خلينا نتكلم على المؤتمرات الصحفيه واللي حصل فيها يعني بالترتيب كده لحد اللحظه اللي احنا بنصور فيها الفيديو. احنا بنصور الفيديو ده يوم السبت الصبح، يمكن قبل المؤتمرات الصحفيه ما تكمل يعني، فهتلاقي جزء من المؤتمرات الصحفيه بنتكلم عنه، والجزء الثاني هنتكلم عليه على تويتر. لو انت مش عندي على تويتر اعمل لي فولو، هتلاقي لينك الاكونت بتاعي تحت في الديسكربشن، واعمل لي برضو فولو على فيسبوك بننزل اخبار يعني لحظه بلحظه. اول مؤتمر صحفي كان ايدي هاو طلع اتكلم على فرقته طبعا نيوكاسل، وايدي هاو قال ان الكسندر ايزاك هيبقى غير متاح للمشاركه في الدوري الانجليزي للجولتين الجايين، وده معناه بحاجه بسيطه جدا ان كالوم ويلسون هيكون اساسي وعنصر ثابت معاك في الجولتين الجايين في الدوري الانجليزي. اما بقى لامبارد طلع قال ان كالفرت لوين لسه ما تعافاش من اصابته ومش هيبقى متاح للجوله الجايه، لا هو ولا كونر كودي اللي مش هيقدر يشارك ضد فرقته السابقه. بالنسبه بقى ليفربول يورجن كلوب قال ان فيرمينو وميلنر مش هيبقوا متاحين للجولتين الجايين دول. وبالنسبه لالكسندر ارنولد هو لحد دلوقتي لسه ما اتمرنش مع الفريق، بس خلي بالك وارد ان هو يرجع يتمرن تاني. خلي بالك لسه الجوله يوم الاثنين، يعني انت عندك كذا فرصه ان الراجل يلحق يرجع، فخليك متابع ومتابعنا برضو هنقول لو في اخبار جديده عن الكسندر ارنولد. ولكن انا ما حبسش صراحه انك انت يكون عندك الكسندر ارنولد لانه مستواه قليل. لو انت عايز تجيب مدافع من ليفربول ممكن تروح مثلا لروبرتسون او فان دايك او غيره. بالنسبه بقى لفولهام متروفيتش هيتم تقييم حالته للمباراه الجايه، وده معناه ان لسه الراجل عنده فرصه ان هو يلعب، فانت خلي متروفيتش عندك في الدرافت بتاع الجيم ويك 17. ولكن استنى بقى ايه الكلام اللي هيبقى في التسريبات. بالنسبه بقى لتشيلسي بوتر طلع وقال ان بالنسبه لي كانتي وكوفازيتش وزياش وتشيلويل وفوفانا الناس دي غالبا مش هتكون متاحه للجوله الجايه. اما بقى بالنسبه لكيبا العنصر اللي احنا اتكلمنا عليه كتير قوي وقلنا ان الراجل ده هيبقى مهم لان ماتشات تشيلسي حلوه قوي الفتره دي، ان شاء الله كيبا اتمرن مع فريقه، وده معناه ان هو ان شاء الله هيكون متاح بنسبه كبيره للماتش الجاي. وبالنسبه لريس جيمس وللناس اللي عايزه تجيبه، ريس جيمس لعب الماتش الودي اللي فات، لعب تقريبا 65 دقيقه، فده معناه ان هو ان شاء الله لياقته البدنيه هتاهله ان هو يلعب الماتش. بالنسبه بقى لبرايتون البيون ماكاليستر طبعا بطل كاس العالم هيبقى واخد اسبوعين بريك بعد كاس العالم، فده غالبا ان هو مش هيكون متاح للجوله الجايه. اما كونتي طلع وقال ان بنسبه كبيره ان شاء الله بيريزيتش متاح ان هو يلعب المباراه الجايه، ولكن انا ما بحبذوش لاسباب ان هو بيبقى روتيشن، بس لو انت عندك بيريزيتش ان شاء الله متاح للمباراه الجايه. اما بالنسبه لريتشارلسون وروميرو ولوريس كل اللعيبه دي هتكون اوت من الجوله الجايه. خلصنا بقى الكلام على المؤتمرات الصحفيه، وخلينا بقى نروح نتكلم شويه عن توقعاتنا للجوله الجايه.
الجوله الجايه يا جماعه هتكون جوله حلوه قوي لو انت راجع كده وعايز طبعا تكمل انك انت تاخد جرين اروز. انا الجوله اللي فاتت الحمد لله كان عندي جرين ارو كده بسيط، فطامح ان انا بقى ايه استمر على الريتم ده. ولو انت محبط والكلام ده كله، خلاص انت دلوقتي قدامك فرصه انك انت تفعل وايلد كارد جديد تغير فرقتك تماما، فرصه ودم جديد انك انت تقدر تدخل النص الثاني من موسم الفانتسي وتنسى بقى اللي حصل في النص الاولاني ومقاسي النص الاولاني. فخلينا بقى نبتدي بدايه جديده كده ونركز مع بعضينا ونتكلم في اول لاعب معانا وهو كيبا أريزابالاجا. كيبا طبعا بنتكلم على تشيلسي، عندهم ماتشات حلوه جدا الفتره دي، عندهم بورنموث ونوتنهام فورست، وبعدين هيروحوا يلعبوا دبل في الاسبوع ال 19 من مانشستر سيتي وفولهام. طبعا مانشستر سيتي صعب، بس انت بتتكلم ان عندهم دبل وهيلعبوا فولهام، وبعد كده هيروحوا يلعبوا كريستال بالاس. فماتشات تشيلسي حلوه، ممكن تجيب اوبشن يعني للكلين شيتس على اللونج تيرم هينفعك كويس جدا. لو انت مش عايز تجيب كيبا وقلقان منه، روح يا عم ريس جيمس، عنصر هجومي، وزي ما اتكلمنا على ماتشاتهم الجايه حلوه قوي، ممكن تجيبه عندك، هتلاقي منه اكيد اتاكينج ريتيرنز. نروح بقى لخط النص، وعندك يا عم اللاعب المزاجنجي زاها. ويلفريد زاها صراحه من اللعيبه اللي احنا عارفين ان هو بيلعب بحالات، بس لما بيكون بفورمته بتلاقي الدنيا ضاربه معاه جامد. وخلي بالك زاها هيلاعب فولهام وبورنموث الماتشين الجايين، وارد انك تلاقي زاها حاضر بالاهداف والاسيستات. وخلي بالك زاها موضوع ضربات الجزاء ده هيبقى فيه شك شويه، ليه؟ لان هو ضيع ضربه جزاء في الماتش اللي فات طبعا قبل التوقف، فوارد ان البينالتيز تتسحب من زاها، احتمال. هنشوف بقى لو جات لهم ضربه جزاء تانية مين اللي هيشوطها والدنيا هتمشي ازاي. عندك برضو فرقه لا يستهان بها وهي فرقه مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد في ناس كتير قوي بتفكر ان هي تجيب منهم عناصر دفاعيه لان عندهم 3 ماتشات حلوه، بس انا صراحه شايف ان راشفورد اوبشن قوي وهيكون مميز معاك قوي وسعره مش غالي. بنتكلم ان هو تقريبا ب 6 و7، وان شاء الله هتلاقي منه اتاكينج ريتيرنز في الفتره دي. وخلي بالك من نقطه مهمه قوي، انت دلوقتي عندك كريستيانو رونالدو طبعا عقده اتفسخ مع الفريق، ده هيخلي اولا تنهاج عايز ان هو يثبت ان هو مش محتاج كريستيانو رونالدو، وهتلاقي الفرقه بتلعب بالمنتاليتي دي ان الفرقه لا يا جماعه احنا جامدين قوي من غير كريستيانو رونالدو وهنموت نفسنا في الملعب. ده اول حاجه. تاني حاجه الراجل برونو فرنانديز، خلي بالك برونو فرنانديز اللي هو من ساعه ما جاء كريستيانو رونالدو وتلاقي برونو فرنانديز مستواه نزل، خلي بالك ده هيحفز برونو فرنانديز ان هو يرجع النجم الاوحد في الفريق. هتلاقي منه اتاكينج ريتيرنز، هتلاقي منه سواء اسيستات او اهداف للفريق عنده، وعايز ان هو يرجع يبان ان هو النجم الاوحد. فانت لو انت معاك فلوس تجيب برونو فرنانديز، هات برونو فرنانديز افضل من راشفورد. ولكن لو انت مستخسر شويه تصرف الفلوس دي كلها على برونو فرنانديز وقلقان من فلوسك، والله راشفورد اوبشن حلو وان شاء الله هتلاقي منه اهل. اتكلمنا بقى على مانشستر يونايتد، خلينا نروح بقى لمانشستر سيتي. خلي بالك لازم يكون معاك عنصر من خط النص في مانشستر سيتي، ما تكتفيش بس بهالاند. ما هو يا جماعه كله عنده هالاند وغالبا كله هيكابتن هالاند، فانت لازم يكون عندك عنصر من خط نص مانشستر سيتي، ده هيكون ديفرنشال، هيكون اضافه معاك. عندك كيفن دي بروين رقم 1، الراجل رجع في المباراه بتاعت ليفربول والراجل عمل اسيستين، يعني كان حاضر وحاضر بقوه وعمل شغل كبير جدا، ويمكن تقريبا 5 فرص محققه للتسجيل. وهالاند فايق، هالاند كمان سجل في مباراه ليفربول. اما بقى لو انت ما عندكش الميزانيه اللي تسمح لك انك انت تجيب معاك كيفن دي بروين، ولكن كيفن دي بروين اوبشن رقم 1. لو انت عايز تنزل شويه في الميزانيه، عندك مثلا لعيبه كتير قوي غاليه، ممكن تروح تشتري حد زي في الفودن شارك المباراه اللي قبل التوقف على طول وسجل، كان يمكن ده هو صراحه اول هدف يجيبه لي من ساعه ما جبته، كان في حاله من النحس كده كان عاملها فودن. ولكن فودن اوبشن حلو، هسيبه عندي صراحه، انا جايبه عندي في الفريق وهسيبه. عنصر هجومي وجوارديولا بيعتمد عليه دلوقتي بشكل كبير جدا، ان شاء الله ما يسمعش الكلام اللي احنا بنقوله ده وبعدين يقعدوا على الدكه. ولكن في الفودن اوبشن حلو ورخيص بالمقارنه طبعا بكيفن دي بروين. في الفودن هاته عندك في الفريق برضه هينفعك لو انت، وخلي بالك من النقطه دي، لو انت ما تقدرش تجيب كيفن دي بروين. نروح بقى لخط الهجوم، وعندك داروين نونيز.
نونيز يا جماعه اتكلمنا عليه في توقعات الجوله اللي فاتت، والراجل سجل هدفين وعمل شغل كبير جدا. خلي بالك داروين نونيز جايب 26 نقطه في اخر 4 ماتشات لعبهم مع فرقته، فاللاعب ده لاعب صاحي وفايق. وخلي بالك مع تاكيد ان فيرمينو اوت في الفتره دي، فمفيش كلام وش كده لازم داروين نونيز هيكون اساسي في الفريق. فانت رايح دماغك وهات داروين نونيز هيفرق معاك، هاته جنب هالاند هيبقى اضافه كبيره جدا عندك. اما اللاعب رقم 2 معانا طبعا هو ويلسون. لو انت مش عايز تروح تجيب متروفيتش ولا من متروفيتش ومش مقتنع بمتروفيتش، روح هات ويلسون. خلي بالك الكسندر ايزاك هيفضل مصاب شويه كده، وهتلاقي ويلسون جاهز ومتاح وهيلعب، وممكن يضرب له ضربه كده زي الهاتريك اللي جابه في المباراه اللي قبل اللي فاتت. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه، رقم 1 وهنرجع نفتكر كلنا تاني كابتنه هالاند، ده اساسي معاك. تقريبا كله هيكابتن هالاند، برغم ان هو تعثر الجوله اللي فاتت واتغلبوا من نوتنهام فورست، ولكن هالاند اوبشن ممتاز ورائع برضه للكابتنه. هو مش معنى ان هو خايش مره ان هو هيفضل يخيش، فهالاند هو السيفست اوبشن. عايز شويه تخرج بره الفقاعه بتاعت كابتنه هالاند، عندك يا عم داروين نونيز اوبشن حلو جدا تكابتنه. واللاعب رقم 3 طبعا لو عندك هاري كين كابتنه، طبعا هو لاعب كبير، رغم ان شويه ضربه الجزاء اللي ضيعها في كاس العالم دي هتاثر شويه معاه، ولكن في الاخر برضه افتكر ان هاري كين من اللعيبه الكونسيستنت الموسم ده بشكل كبير جدا. دي كانت حلقتنا ويلا فانتسي وتوقعات الجوله 17 من فانتسي البريمير ليج. وكالعاده ما تنساش باللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه